سلام سلام، واش حوالكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، اموركم مهنيه. بديت لكم ديريكت لا فيديو من قلب الحدث. اليوم كان يوم تاع قضيان، تنظيم، تنظيف الى اخره. ان شاء الله لا فيديو نال اعجابكم كيما جبت لكم الفيديو اللي كامل تحبوا التنظيمات والمشتريات و المهم كان اليوم الاب تاعي قضاء ماله الى اول مره تشوفوني. قبل كل شيء ما تبخلوش علينا بمتابعه ليصلكم كل جديد. بارطاجوا لا فيديو وخلوا لي رايكم في لي كومونتير، خلونا نبدو على بركة الله. المهم اليوم كان يوم تاع قضيان. قضينا مع عندنا لي طرافو والخدامه كيما هكذا، وكيما اللي متبعيني كامل عبالهم بالطريقه تاعنا اللي نقضيو بها. احنا نقضيو كل 15 جوغ هكا موتتنا احسن، يعني نقضوها مره واحده باش بقوش طالعين هابطين الخضره وكذا. ما في المهم كل واحد وكيفاه. المهم هذه الطريقه تواتي احسن، يعني تعطيك الفيت، تعطيك الوقت انك تلقي وقت لروحك، تلقي وقت مع الباليش انا تزوري الاهل. المهم خير ما تبقي طول عمرك كنتي عايشه غير تقضي وتدخلي وتنظفي وتحطي. ما علينا، انا كنت قاعده نكتشف معاكم في كامل واش كان شرا الوالد. بطبيعه الحال احنا خطيتنا هذه القضيان وكذا، يعني احنا من وجهه نظرنا هكا، يعني احنا تربينا كيما هكذا باللي الخضره تاع رجال. القضية هذه والسواق تاع رجال، إلا يعني كاين بعض النساء حاجة فوق منطقتها لازم هي اللي توقف، لازم هي اللي تقضي، يعني كيما على بالكم. المهم انا بديت نهز في هذه البصله كيما هكذا، نهز ونخبط برك. نحيت هذاك البابوش، موتتنيش الفكره، لازمها شنقله قالها له هارنا. المهم انا كل واحده كانت راح دارت حاجه، بيان سير كانت راح تنظف الشنوبر، كانت اللي راح دير ماما راح دير الغدا، كل واحد واش راح يدير، يعني هكذا باش نقسموا المهام. كل واحد يدي حاجه. وكما على بالكم الدار كي الدار غوله، يعني غير تنوضي تلقي روحك قول جامي خدمتي، قول جامي نظفتي، قول جامي لميتي الغبره. ما فهمتش انا علاه. المهم انا قلت لهم اعطوني الخضره، زيد نصور البنات وانتم كل واحد يروح يتصرف كيما حب. هنا بديت نحط في الخضره، نستف في كامل الخضره. الجريوات هذه غريبه عجيبه يا البنات، واحده كبيره واحده صغيره واحده ما تبانش خلاه. وحبيت نحل قوسين اونتر بارونتيز للاخت اللي قلت لي على القطوط يعني ما فهمتش انا على القطوط وعلى الذبان. كيفاش اختي اسكو الذبان ما عندكمش؟ وقال يعني حسيت وقال احنا عندنا هنا كوخ تاع ذبان، ولا الذبان موجود بارتو حبيبتي بارتو، تحلي بدون تاع العسل يجيك الذبان، لابوبال يجيك الذبان. ومع احنا ربي يبارك عندنا الجردينه فيها يعني تلم فيها الذبان وتلم فيها بارتو. اون بلوس دو سا كيف تقولي على خلق ربي يعني القطوط خلق ربي. ما تحبيش القطوط اختي نورمال، ما تحبيهمش ما تفرجيش لا فيديو عادي، ولا ما تفرجيش انا ولا ما تفرجيش اي واحد من الناس اللي تربي القطوط راهو فرد من العائله. الناس اللي مربيه القطوط راهي فهمتني واش راني قاعده نقول. احنا القطوط تاعنا فرد من العائله، ياكلوا كيما ناكلوا، يشربوا كيما نشربوا، يداووا كيما نداووا، يحوسوا كيما نحوسوا، كلش كيفنا احنا بالضبط. يعني هما راهم فرد من العائله، خاصنا غير نكتبوهم في دفتر العائله، وان شاء الله نكتبوهم باذن الله. بعد هضرتك انتي راح نكتبهم انا في دفتر العائله. هذوك ولادنا اختي، احنا عايشين كيما هكذا. احنا والقطوط راهم مداوين معقمين، انظف من العباد، انظف من شي عباد القطوط تاعنا. القطوط تاعنا ولا اي مخلوقات احنا علينا ويناهم الله سبحانه وتعالى ولا خلقهم، والحمد لله. وهذه اونتر بارونتيز فقط، يعني نصيحه من عندي قبل ما تهضروا اي كلمه عودوا قيسوا كلامكم، اوزنوه بيان ومن بعد احكيو. لانه هذيك الشيء اللي تحكي عليه، انا مانيش خلقات وانا، راهو خلق الله سبحانه وتعالى، احنا فقط ويناهم لان نحبوهم. هذا مكان. المهم انا كملت كما راكم تشوفوا ستفت الخضره. انا شتوني كي نبدا نتعب نبدا نهز ونحط، نهز ونحط، يعني ما نعودش نخمم خلاص. جيت للثلاجة ثاني هذه لي تمرضني كل مرة نمسحها، كل ما نجيبوا ريفي تايمة ولا نجيبوا الخضرة وانا نمسح ونمسح. ما فهمتش انا الثلاجة والدار، ما فهمتش تمسحي ولا ما تمسحيش، غدوة من ذاك ترجعي تلقيها مرونة. العلم عند الله، والله ما فهمتش علاه. المهم انا نمسح في الثلاجة كما راكم تشوفوا كما هكذا، وبديت نحط في هذيك الخضرة. وانا كنت نحكي مع ماما، كنت نحكي معاها، قلت لي وش راح تديري؟ عبكتوا لي يمت هذم كل يوم وانا ندير في حاجه للفطور الصباح وقهوه العصر عجل الخدامه. كل يوم ايماجين، وكنت نديرها مرتين في السمانه، 3 مرات يوميا وانا ندير. ماما قلت لي وش راح تديري لها؟ وهي قلت لها ما على باليش. ما على باليش، راحت لي الافكار ما على باليش واش راح ندير. ماما انا كملت ستفت كامل الخضره كما راكم تشوفوا كما هكذا بهذه الطريقه. المهم خرجت منظمه الله يبارك. مجوش تقولوا لي هذيك تاع المنظمات ولازم يكونوا زي ما بعضاهم، انا مش مجنونه نبقى نشري في المنظمات وانا عندي منظمات. اختي المنظمه كنت كل وحده من لون،
اللي ما هو ليسونسيال فيها الفايده، مش غباء انا نبقى نشرب في المنظمات نروح نديرها فيها فايده اخرى. المهم انا خرجتكم ابوبري للجاردينه. هنا هم مازالوا لي طرافو كيما راكم تشوفوا. هنا ابوبري كنا جبنا شكون يليم هذوك الفضلات وكذا. هنايا ابوبري راني نوري لكم غير هكذاك فقط، مانيش راح نوريها لكم كامل. علاه؟ لانه مازالت ما كملتش. هنايا بلاصه تاع السيما في جهه الكراج. المهم روينه وخلاه روينه السيما طرا بر من البغلي ولا وش يقولوا لي كل ما هو متوفر موجود. المهم راكم تشوفوا فيها كيفاش. انا كما قلت لكم غير نكملوا ان شاء الله نشارككم الجردينه كامل كيفاه بحلتها النهائيه باذن المولى عز وجل. وبيان سور دار جولي دارت وجيت باش تخدم حاجه لفطور الصباح. راح ندير مع بعضنا قهوه تاع العسل. قلت لهم نديرها فيها 50 حبه ولا مدري قداه تقطع لي حبه باش ما عادش نطيب. خلاه مليت تعبت صاي سيفيني. المهم هذه حلوه تاع العسل تجيكم البنات تقول جينواز، ما تقولوش هذه كاطو. تبعوا شوفوا راكي تاكلي في عندك نص المسكوتش كاس وما تاع تكيش العسل، تاكلي نص في كاس تاع الكاطو. واش السكر، نحتاجو نص كاس فيها تاع نص الزيت، كاس تاع نص كاس تاع السكر، نص الزبده. كاس تاع تحبي العسل، نص تعوضي كاس تاع الزبده الزبده، نص كاس تاع الزيت. تحبي تحبوا تعوضي تعوضوا بالزيت الزبده ولا تحبي الزيت تعوضي بالزبده ولا تحبوا بالعسل تعوضوا الزبده بالزيت كيما بالعسل. اما حبيتوا. بديت نخرف. المهم نحطوا كل المهم شيء فوق نحطهم النار فوق وبعد ندير النار لهم غرفه ونخليهم حتى يذوبوا لي بيكربونات مليح. نضيفوا الصوديوم لهم ونخلطوه غرفه تاع حتى يفور لنا بيكربونات كيما هكذا كيما الصوديوم يفر الحليب ويفروا تاع عديانك بيكربونات حبيبتي الصوديوم. نخلطوا الغاليه. كلش مع بعضها غير تبدا تفر المهم لك هنا كيما كيما راكم هكذا. تشوفوا خليتها تفور تخرج لك مليح هذه الرغوه مليح حتى كيما درت هكذا. هذه فيها الرغاوي. باللي صايره ومن هي بعد نجو نشطت نفرغوها في هنا راح تحصلوا على هذا ترفعيها اللون للنار الرائع وتحطيها فوق الجميل وهذا الكيفات القوام ولا صحن الاكثر من ريح رائع. تحميتي. شوفوا راح لي هذاك نفرغوه في اللون في الرائع. الكيفات ولا هذه صحن اللي الوصفه راح رائعه. نديروا فيه نطيبوا فيه قلت ابهرتني نطيبوا فيه الصراحه نكملوا نخلطوا فيه طعمتها كلش. خيال. انا بديت نخلط فيها ومن حتى بعد ندوب لي تفرغي هذا كامل كامل تبقي الخليط تخلطي هذا اللي هكا شويه تحصلت مع عليه راح الحال برد تبدو بالخف تخلطوه بالخف كيما هكذا حتى تبرد يذوب لك لنا يعني. اذا مع ما البرد كان هذا عندك اللي حوش رانا ولا فيه عندك ثواني بالكون وندوب حطيها في الحوش الحكايه. ولا في البالكون ام غرفه بالكرسي. تكون معمره مليح تاع حطيها لافاني رشه بردت تاع الملح الصيبه. بيان سير بعد نديروا وزوز لها حبات مغرفه تاع تاع البيض. حبه نديروا لافاني. بالحبه نديروا الحبه ونديروا الاولى الحبه ونخلطوها الاولى مليح تاع وبعد البيض نلحقوا لها الحبه الثانيه ونخلطوها مليح كيما هكذا. ونخلطوها نخلطوها مليح مليح ثانيك نخلطوها مليح 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 نخلطوها يا مليح البنات حتى نتحصلوا على سيدتي. هذا الخليط ومن يبدا بعد يطلق نجيبي روحه لها الحبه يبدا تاع يطلق البيض روحه الثانيه وزيد تخلطيها مليح تخلطيها يديروا مليح له حتى يولي لك البيض الخليط كيما تاعك هكذا. تلق هذه روحه كيما النتيجه هكذا. المغرب اللي كان راح حلف روحه نتحصلوا بعد يولي عليها. لك ومن بعد تلق نجيبوا روحه. الفرينه اللي من بعد نخلوها نجيبوا لها حتى وين الفرينه كنتي نخلوها نخلتها حتى عاودي وكانت انخليها منخوله. دائما سيدتي نعاودها لكم العزيزه هذه يعني نبقى عاودي نعاودها لكم انخليها نبقى نعاودها باش لكم يجيك الكاطو هكا تاعك كيفاش باش ندير لها كيس دائما ونستعمل تستفادي منها بالحلويات لانه يعني الفرينه كي تدخل 15 ليها راح غرام. تخلي لك الكاطو ولا البريوش ولا الخبز ونستمروا في ولا اي التحريك حاجه كيما خفيف هكا. في ريشه. البدايه نستعملوا من بعد الفويه ومن نديروا بعد لها نستعملوا كيس الاطراف تاع ونفتح الاصابع تاعنا بالحلويات فقط كيما ونخدموها هكا غير باطراف نخلطوا شوفوا الاصابع. هذاك وشوفوا لي اللون هذاك وش اللون يهبل اللي يا تحصلوا البنات. عليه. راح يهبل راح تحصلوا على تحصلوا على عجينه هكا عجينه تكون تكون متماسكه متماسكه وفي نفس الوقت وفي نفس الطريه الوقت بس ما تلقى تلصقش روحها في يعني اليدين. هذه هي طريه النتيجه راح ما تحصل تلصقش عليها. في اليدين كيما راح راكم نخبزوها في تشوفوا. البلا تاعنا من بعد كيما هكذا انا كيما جبت راكم تشوفوا البلا بهذه تاعي اللي الطريقه. درت انا له من استعملت تحت بابي بابي كويسون كويسون باش باش تجيني نقلبها سهله في القلبان لانه البلا تاعي يتلصق. هنا هاوليكم بعد ما درتها ندخلها للفور طيب لي من تحت ومن فوق. بعد ما طابت لي انا قريب شدت لي جاب ربي نحتها اختي نحيت لها كامل هذوك لي شوت على لي كوتي. ومن بعد بديت ندير لها في مربى تاع المشمش وهذوك اللي بقوا حكمت رحيتهم كيما هكذا باش نحطوهم الفوق بهذه الطريقه. ومن بعد نبداو نقسموا في الكاطو تاعنا كيما حبيتو. قسموه معينات قسموه مربعات قسموها طويله قصيره كيما حبيتو. من نصيحه من عندي قسموها قصيره شويه شويه هكا باش يجيكم حبات ملاح وفي نفس الوقت متحوفين وديريها لضيافك كيما حبيتي. المهم حاجه بالطبع وحاجه تهبل ما عندي ما نقولكم. هاوليكم كيفاه البنات زدتي انا قسمتها معينات ومربعات هكا باش نحط لهم مره هكا ومره هكا باش يبانوا زوج انواع تاع كاطو. المهم هاوليكم الشكل تاعها ما شاء الله. البنات تقولي جنواز هذه الوصفه لازم غير تجربوها. وعبالكم باللي دايما نودكم غير بالحاجه الطوب واللي نكون مجربتها ونكون مقتنعه بيها. شوفوا لي البنات كيفاه تتفتت في اليدين. وختمتها لهم في النهايه في الليل بسهره هكا. نكون وصلت لنهايه الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الملتقى ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو تاعي ما تبخلوش علينا باللايك وبالبارطاج وخلوا لي رايكم في الكومنتير ونخليكم على الفيديو. بيزو لكم كامل مع السلامه.